DJ on me. رانا في ملعب بن حماد ومع المدرب حراس المرمى حسين عريف. ربما البعض اللي راه يعرف الحسين يعرفه كتاجر او كلاعب كرة الحديدية ويجهل التاريخ تاعو في حراسة المرمى، وهو عنده تاريخ في حراسة المرمى. ما ندخلش في التفاصيل، خليه هو في دردشه يعرفنا كيفاش جاتو، كيفاش بدا التدريب ولا كيفاش كان حارس مرمى، التاريخ تاعو في في مختصر تفضل سي حسين، قدم نفسك. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. عريف حسين، حارس مرمى سابق، والان راه مدرب حراس الأكاديمية الرياضية. والحراسة هذه من صغري كنت نعشق هذا الرياضة والحراسة، واللي اكتشفني هو الله ربي يكتب على خير ان شاء الله احمد غزالي. احمد غزالي ربي يطول في عمره. بديت من الأصاغر، من مينيم
حتى لي سينيور في اتحاد الرياضي بيت الاغوار. ودرك رانا الخبره اللي عندنا رانا ان شاء الله رانا توظفوا فيها في الشباب الصاعد. وراني في الاكاديميه تاع لاغوات هذه اللي ترأسها الرئيس سفيان بصيص. الله يبارك. درنا معه لقاء انسان خلوق ان شاء الله. هذاك خوه اما رئيس النادي هو سفيان بصيص، ربي يحفظه ان شاء الله. سفيان ورانا مع التدريبات تاع الدراري الصغار، وما يذكرش بلي رانا في الربع النهائي كأس الجمهورية. لكن الناس مش عارفين، رانا في الربع النهائي كأس الجمهورية الصغير مينيم. وعندنا المقابلة ان شاء الله مع المقابلة الجاية مع قسنطينة ان شاء الله في مسيلة. الله يبارك. هذا هو. سي حسين خويا العزيز، راك محاط بمجموعة من الحراس تاع المستقبل، انا نعتبرهم ان شاء الله جيل صاعد ومحاط بهم. وشني حكايتهم هذول؟ كيفاش الاختيار تاعك لهذا الاختيار؟ انا نبدا بهذا ابني. الله يبارك ما شاء الله. ابني معناها خرج لابوه. ربي يحفظه ان شاء الله. سي عرف روحك. صوت راني. عبد الله طهراوي عبد الله. مراد احمد. عرابي ياسين. هذا اللي جا رانا هذا ان شاء الله بربي رانا نكونوا فيهم ان شاء الله باش يخرجوا لنا حراس مرمى. الحارس راه نصف الفريق باش تكونوا ان شاء الله. هذا اكرم راه مازال بنجامين، مازال العام الجاي راه يطلع مني، بصح راه يطرينا مع الاسماء. معليش يلقى فرصه مع بويو. وعدوا انجازات معناها عدوا كؤوس فايز به. الله يبارك. كيفاش اكتشفتوا سي حسين؟ الحقيقه شوف، انا جبته بني نهار الاول اللي جبته كلاعب. جبته كلاعب يلعب كره قدم لاعب. اللي اكتشفوا يا ودي هو المدرب يا ودي سفيان بصيص. قال كذا راني نلاحظ فيه. سفيان شافوا قال لي هذايا، قال لي صحيح يلعب، بصح قال لي نشوف فيه على حساب. هو كي شافوا الانجاز تاعو قال لي يخرج لك حارس مرمى. شوف التكتيك تاعو. الحارس هو اللي اكتشفوا يا ودي سفيان بصيص، هو اللي اكتشفوا. يرجع الفضل له ان شاء الله. وعندنا هذا مراد. واش حكايته هذا مراد؟ هذا حكايته اخويا ربي يحفظه ان شاء الله. حارس مرمى مجتهد ويخدم يبذل مجهود. انا مش جاي يقصر وعندنا الحارس هذا يقولوا له بكوش ثاني، هو الحارس الاساسي في المينيم، ربي يحفظه ان شاء الله. عنده خبرات كبيره. معناها تقدم واعطينا شوي كاش معلومه. واش راك معناها حاس روحك اليز هنا مع المدرب تاعك سي حسين؟ قاعد حاس مع اليز معناها مالغري يتشدد عليك ولا ربما يقسي عليك من ناحيه فايده تاعك، ماهيش حاجه تاع اللي الحمد لله. ربي يحفظه الشيخ. والو دائما المدرب كي ربما يوبخك كل حاجه تبقى في اطار مصلحه تاعك والمنفعه تاعك. زيد انا قلتها لهم، شوف انا قلتها للاولاد هذوم، قلت لهم احنا بكري راه ما عندناش اللي يدربنا. ملي كنا في لي جونيور وسينيور ما كانش، قلت لهم نجوا ندخلوا دارينا شاره يطيروا احنا نبلونجو وخلاص. معناها كان مدرب يحضرك ويوريك تلقائيا وخلاص. هذاك كان مكتسب الحمد لله. راه كان معناها مدربين ربي يحفظهم، راهم معناها بالخبره تاعهم راهم يعطوا في كما نقولوا احنا الاكسبيريونس تاعهم يعطوها لهاد لي جيل. حتى الوسائل اللي عندكم هنا ماهيش كيما بكري كان كيما راه يهضر لك في التيف في الحجر كذا يتبلونجا، المهم يشد البالون. ودرك راه فيها قوانين وفيها حوايج وزيد والاخر اللي راه تقدم شوي. هذا الشبل هذا واش حالته؟ الحمد لله. راك يوميا تجي هنا؟ راهم يوميا سي حسين؟ يوميا راهم يطرينا. صح. هذه التدريبات ما تعوقش على الدراسه تاعهم ولا الامتحانات ولا كيفاش راكم دايرين البرنامج تاعك؟ برنامج عادي نورمال الحمد لله. الدراري ديماش نقولوا متفوقين في الدراسه تاعهم الحمد لله. معناها راه ما كانش هذا الحراس تاعنا صحيح ما كانش يجيب تحت 10، قام من 12 والفوق. هذا واش درك الانسان الحارس هذا يجي يطرينا ومن بعدها يروح يدوش ومن بعدها يروح على كش ما عنده دروس ولا عنده يرجع صح. معناها ما كاش عائق تاع لان الجسم السليم في العقل السليم. كل ما كان الجسم تاعك سليم يكون العقل تاعك سليم. ورانا شفناهم كثير من
اللي يمارسوا الرياضه ما كانتش عائق ولا كان حاجز على الدراسه، وانما تزيد تقويك الذاكره وتقويك الحوايج اخرى. وزيدونا واليوم راه نشوفكم هنا في الاستاد الجوزان ربيعي، راه هذه الايامات والحمد لله. وزيد نشكر الرئيس تاعنا سفيان بصاص على المجهودات اللي راه يقوم بها. راه فاتني ما قلناش كاش ما عندكم دعم ولا كاش واحد راه يساعد فيكم امكانيات؟ دعم ودي فيها الصراحه كثر خير الشباب والرياضه دي جي اس على راسي من المدير سي المدير. ودي موفر لنا كل المتطلبات تاع اللي نسحقوا. ونتمناو الناس هذه راه ديرها الناس رانا لاحقين الكاردو فينالي. هي ربع النهائي لازم ربع النهائي راه قلفهم يقولها رانا بارمي الثمانيه الاولين في الجزائر. ما شاء الله ما شاء الله. هذه رانا قصينا 3 فرق من القسم الاول. هذه لازم معلومه يعرفوها، معناها رانا قصينا معناها 3 فرق من القسم الاول. معناها راه مش سهله ومش سهله. كون عندنا مثلا قل لي مويا قشويه معناها السلطات تشوف لنا قشويه، معناها تعطينا قشوي دعم اسمه مش حاجه معناها واعره والله حاجه كبيره. سما راني على حسب هضرتك تبناتكم الدي جي اس هي اللي راها احتوت الفريق واحتوت هذا التدريبات، تشكر عليها. قلت لك بلي الرئيس تاعنا سفيان بصاص معناها ثاني راه يجري مع الاخ بصاص، راه مع السلطات راه يجري ان شاء الله. وهذا هو المسؤول المناسب في المكان المناسب اللي يدعم الفريق ويجري، ما وعدش اسم هكاك وخلاص قال مسير وحاجه وماهوش معناه يقوم بالواجب تاعو. وهذا بشرى لاهل الاقواط باللي راه عندنا براعم وعندنا شباب راه يتريض في جو نفسي هائل، مع مدربين متخلقين، مع في اماكن متوفر فيها الوسائل. شوف شنو ترقع النادي تاعي. تشوف هنا في استاد لي جو اللي راه هنا مع النوادي تاع اللي راه هنا الاكاديميات والجمعيات معناها كون يوفروا لهم يا سي ابراهيم قشوي يعطيهم قشوي دعم. صدقني قنديروا حاله في الناس الفرق اللي قصيناه في الناسيونالين نشوف عندهم امكانيات وكذا. عندهم امكانيات حقيقه. هاو دراري يسقسي يمكن يقعدوا معاهم في اوتيل ولا يدخلوا معاهم في ريستورون معناها. والحمد لله الدراري ما تكومبليكساوش منهم، عارفين على واش خاش عندنا امكانيات وقدرات. سما هنا النقطه السوداء ان حتى هذه الرياضه راها مش سهله وعندها الانصار تاعها وكذا. وراني شاهدت دي فيديو دي بلاصو تجيبوا نتائج وكؤوس، حتى انتم راكم هنا تحتضنوا تظاهرات تاعك سي ابراهيم. راك حضرت 2 تظاهرات غطيناهم. 2 تظاهرات يا سي ابراهيم اللي نظمها النادي العزم بقياده الحاج عمر الكاف. الله يبارك ربي يحفظه ان شاء الله. والله من اكثريه من جيب مسكين. ما كانش معناها ما كانش يعاون ما خلاوكم معناها كاع نكوتيزو باش نديروا باش نمثلوا ولايه الاغوار. احنا نطلب ان شاء الله من هذا المنبر ان شاء الله تاع قناه زايد شويه ماديا يعاونونا. هذا التفاته يا جماعه المسؤولين، راني نحملكم المسؤوليه. راكم شفتوا المستوى اللي راهم وصلوا فيه من ناحيه التدريبات ومن ناحيه النتائج، وحتى الديبلاسمون راهم يشرفوكم. والان ما بقى فيكم غير تعاونوهم اللي عندكم امكانيات وباش تمدوا لهم يد المساعده وتخرجوهم لبر الامان ان شاء الله. ورانا واش نقولوا في اخر الكلمه ختام مسك الختام، واش تقولوا لنا كلمه كاش ما هذا المشاغب تاعي كبير. هذا المشاغب تقدم كاش ما توصي الشباب هذا اللي راه ما التحقش مازال ماهوش مهتم بالرياضه، واش تقول له؟ روح ترينا دير الفوتين روح دور هنايا روح خير من اللي تقعد مريح في السكاك. هذا اللي نقول. وانت واش تقول لهذا الشباب اللي قاعد في القهاوي وقاعد في الزقاق والمصارعه والتحراميات يجي يطيناهم معانا كيما ايكيب هذه وايكيب الاخرى؟ وما كاش حوايج اللي معناها تتطلب معناها قال دراهم ولا حاجه يجي هذاك باللباس تاعو ويلتحق. وزيد انت قلنا كلمه ولا قلت لنا؟ ان شاء الله يجوا يطيناو معنا وان شاء الله ربي يهديهم. ان شاء الله ربي يهديهم. وانت
علاش تغير؟ واش راك؟ واش تقول لهم هذا الشباب اللي هاي شو تريناو معانا تو في كاش كلوب والله. ايه لازم يتحركوا ويخرجوا من هذا لا راه كاين نوادي ياسر والله. راه كاين نوادي ياسر حل كاين متطوعين كاع رانا متطوعين سي ابراهيم. متطوعين الذراري هذه باش معناها نخرجوهم من بلايص الشين هذيك. روح كنت تشوف الدور في النوادي هنايا في الغواط هنايا كاين نوادي الناس راه متطوعه. قاع الشباب هذا باش يتريض ويلعب واش نقول. الحمد لله. واخيرا سي ابراهيم نشكرك. تراك في كل مناسبه نلقاوك في كل مناسبه. هذا راه الواجب تاعنا. كل ما نلقاو ناس يخدموا ويعملوا وناشطين نشجعوهم بالامكانيات اللي عندنا ان شاء الله. وربي يحفظك ان شاء الله. شكرا الى الملتقى ان شاء الله. صح. ونزيدك سي ابراهيم في الغواط الرياضه مش قاه الرياضه. عندنا مواهب في كل المجالات. عندنا في الرياضه وين تروح تلقى في الرياضه تلقى مواهب. تروح الثقافه تلقى مواهب. تروح مش عارف انا وين تروح. الغواط راها ولاده معناها فيها بصح عندها تاريخ عريق ياسر كاع. في كل علم في اسمها بيبينيير تاع لي كادر تاع ان شاء الله بربي ان شاء الله بربي الجوار ان شاء الله بربي قاي يشوفوا فيهم شويه. هذا ما كان النظره. هاد لي جون هما المستقبل ولا هما المستقبل. الحمد لله راهم هذا الدراري راها في الملعب تلعب في الرياضه خير منها في بلاصه اخرى. جوستومون هذه اعطينا نداء لهذا الشباب اللي راه يقضي وقته في الشارع في اماكن مجهوله. ربما حتى الوالدين راهم عندهم متحيرين عليه وين راه وقته ولا يكذب عليهم يقول لهم راني كنت نراجع راني كنت كذا وهو في اماكن اللي معناها ماهيش فيها. الحمد لله. شوف الدوله موفرت لنا كلش. راك تشوف الصاد هنا. موفرت لنا كلش. موفرت لنا الملاعب. موفرت لنا. انا نحوس الدراري هذه اللي راها في الشارع قدور تجي هنا الصاد. اروح اجري اروح ريح اروح اشوف ندمج مع كاش كلوب كاش ما خير ماك مريح في الشارع ولا مريح في قهوه. شوف الاماكن هذيك دائما تلقى ناس منحرفين. الاماكن اللي عود مش تاع رياضه وكذا يعود اماكن مجهوله. لا بد الشيطان ولا بد قال لك الصاحب ساحب ربما يكروكم من الاماكن الاخرى. لهذا سي الحسين راه عطاكم نصيحه ونداء قال باللي الاطفال هاو مفتوح الملعب اش 24 ومتوفر على ملاعب. رانا هنا في الملعب الكبير والحمد لله هم وليداتنا امامنا رانا نشوفوا فيهم والديهم مطمنين. وراهم كاين اللي يجي الوالد تاعو هنا يستناه ويديه ويتحدث مع المدرب ما كان حتى مشكل. صح. دركا نعرجوا شويه. حاليا اللعبه اللي الرياضه اللي راك تحبذها وهي الكره الحديديه. واش راه كاين شي جديد عليها ولا؟ الكره الحديديه هي اللي كما نقولوا حنايا هي الثانيه بعد الرياضه بعد التدريب. نعدي الكره الحديديه راح نلعب شويه كره الحديديه والحمد لله راني في نادي النصر اللي ترأسه السيد جمال بوشارب. رانا معناها كل جمعه عندنا دورات. كما عندنا الجمعه اللي فات كنا في واد سوف. الجمعه هذه رحنا للمنيعه. وعندنا الجمعه الاخرى ثاني دورات. عندنا واحده في تقورت وواحده في حسن مسعود وعندنا دوره ثانيه في رويبه. عندكم معناها ثاني الرياضه الحديديه. ودي شو نقول لك محقوره ماديا. سما راكم بقى نتوما من جيوبكم ديروا كوتيزاسيون من جيوبنا ونروحوا نمثلوا البلاد. ومعنا كل جمعه رانا في معناها كيما انا مانيش كل جمعه على العاتق تاع مع الدراري. مي الاولاد كل جمعه معناها هكا النوادي تاعنا تلقاهم كل جمعه. سما هنايا النقطه السوداء انها حتى هذه الرياضه راها مش سهله وعندها الانصار تاعها وكذا. وراني شاهدت دي فيديو دي بلاصو تجيبوا نتائج وكؤوس. حتى انتوما راكم هنا تحتضنوا تظاهرات تاعك سي ابراهيم. راك حضرت زوج تظاهرات. غطيناهم. زوج تظاهرات سي ابراهيم اللي نظمها النادي العزم
بقيادة الحاج عمر الكاف. الله يبارك، ربي يحفظه ان شاء الله. والله من اكثريه من جيب مسكين. ما كانش معناها ما كانش اللي يعاون، ما يخلوكم معناها كاع نكوتيزو باش نديروا باش نمثلوا ولايه لاغوار. احنا نطلب ان شاء الله من هذا المنبر ان شاء الله تاع قناه زايد شويه ماديا يعاونونا. هذا التفاته يا جماعه المسؤولين، راني نحملكم المسؤوليه. راكم شفتوا المستوى اللي راهم وصلوا فيه من ناحيه التدريبات ومن ناحيه النتائج، وحتى الديبلاسمون راهم يشرفوكم و هاي صح اسمعي، ربي يعطيك الصحة.